ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد وهاتف جديد. اعلنت شركة هونر عن احدث اجهزتها للعام الجديد، وهو الهونر اكس 9A النسخة ال 5G اللي بيجي مع شاشة كبيرة ومنحنية من الجنبين. زي ما انتم شايفين الشاشة فيها انحناء من الجنب اليمين والشمال، وبتقدم مزايا كتيرة جدا عشان تكون واحدة من الشاشات المميزة داخل الفئة السعرية دي، بالإضافة طبعا لمعالج أو بروسيسور من نوع كوالكوم وبطارية ضخمة جدا بتدعم الشحن السريع. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن جميع مميزات ومواصفات الهونر اكس 9A بالاضافه لنقاط الضعف والنقاط السلبيه اللي موجوده فيه، علشان تقدر تقرر اذا كان الهاتف مناسب ليك ولا لا. لكن زي ما احنا متعودين قبل ما نعمل اي حاجه هنفتح الكرتونه علشان نشوف ايه اللي جواها. وفي معلومه مهمه جدا حابب اقول لكم عليها في بدايه الفيديو، وهو ان التليفون ده هتسمع عنه حاجات كتير جدا. هتسمع ان الشاشه بتاعته هي اقوى شاشه، ان الشاشه بتاعته ما بتتكسرش مهما تقع منك. يا جماعه مش عايز حد يصدق الكلام ده. الشاشه قويه جدا جدا، ولكنها ممكن تتكسر عادي جدا لانها في الاول وفي الاخر زجاج. الفكره كلها انه لو وقع منك من على ارتفاع متر بنسبه 95% مش هيتكسر. ودلوقتي خلينا نفتح كرتونه الهونر اكس 9A ونتعرف على ايه اللي موجود جواها. طبعا اول ما تفتح الكرتونه بتاعت الهونر اكس 9A النسخه ال 5G هتلاقي الدبوس المعدني زي ما انتم شايفين، كتيب التعليمات والكفاله بتاعه الهاتف، هتلاقي واير الشحن اللي هو USB تايب سي علشان يدعم الشحن السريع، اضافه الى ادابتر الشحن الفاست تشارج او الشحن السريع، مع السماعه السلك. بس في نقطه مهمه جدا حابب اقولها، السماعه دي يا جماعه AUX زي ما انتم شايفين، سماعه سلك. دي لازم تكون موجوده داخل الكرتونه الوصله بتاعه التايب سي. ليه؟ لان التليفون اصلا زي ما انتم شايفين مفيش فيه منفذ للسماعه السلك، منفذ الشحن بس اللي هو تايب سي. هركب السماعه جوه الوصله بعدين احطها في الموبايل. دلوقتي بقى هنبدا بنظره سريعه على ابرز المميزات اللي موجوده في الهونر اكس 9A النسخه ال 5G. هنبتدي بالتصميم. الاطار الجانبي ده مصنوع من البلاستيك. بيحتوي على ايه الاطار الجانبي؟ بيحتوي على زر الباور، ازرار التحكم في الصوت، وبيحتوي على السماعات، السبيكر الخارجيه، منفذ الشحن اليو اس بي تايب سي، والدرج اللي بركب فيه الشرائح. الهونر اكس 9 اي بيجي بثلاث الوان، اللون الفضي اللي شايفينه ده او السيلفر، وبيجي بلون تاني اسود، واللون التالت هو الاخضر. ده شكل اللون السيلفر بدون ما اكون مركب الكفر. وزن التليفون 175 جرام وسمكه 7.9 ملم، علشان كده الهاتف خفيف جدا ونحيف في نفس الوقت. الهونر اكس 9A بيدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس بفضل مودم كوالكوم المدمج ضمن المعالج المستخدم بتاعه، زائد طبعا بيدعم شبكات الاتصال الجيل الرابع والثالث والثاني. الدرج بتاع الشرائح اللي موجود هنا اقدر اركب فيه خطين اتصال من نوع نانو سيم. الهونر اكس 9A او شركه هونر عموما بيجي فيها خدمات جوجل عادي جدا، بلاي ستور اهو موجود فيه كل الابلكيشنز، كل حاجه، واتساب، يوتيوب، كل حاجه، غير الهواوي مختلف تماما. دلوقتي خلينا نبدا بالشاشه بتاعه الجهاز. زي ما انتم شايفين الشاشه كبيره. حجم الشاشه بتاعه الهونر اكس 9A 6.67 انش، نوعها اموليد، دقتها 1080 في 2400 بكسل، بكسلات بكسلات 394 بي بي اي بكسل في البوصه الواحده. معدل تحديث الشاشه ممتاز، هو الاعلى 120 هرتز، علشان كده اصلا الشاشه الوانها صافيه جدا. طبعا تقدر تتحكم في معدل تحديث الشاشه ال 120 ده، تقلله تزوده براحتك من خلال اعدادات علشان توفر في البطاريه او في الطاقه لو انت محتاج البطاريه. كمان بالاضافه بقى لدي اهم حاجه في الاونر اكس 9 اي اللي كل الناس بتتكلم عنها، وهي الشاشه بتاعته. هي الشاشه بتاعته تعتبر واحده من اقوى شاشات الهواتف اللي موجوده حاليا في السوق، ولكنها برضو ما هياش ضد الكسر، عادي ممكن تتكسر لو التليفون وقعه صعبه، ولكن الشاشه عليها طبقه حمايه علشان تمنعها من الخدوش والكسور. الهونر اكس 9 اي واحد من اسرع الاجهزه اللي انت ممكن تستعملها في الدخول والخروج من البرامج. ممكن تفتح 3 4 ابلكيشنز، 20 ابلكيشنز في نفس الوقت. ده ليه؟ لان المعالج بتاعه كوالكوم سناب دراجون 695 معماريه 6 نانو اوكتا كور. معالج الرسوميات بقى اللي هو الجي بي يو او المسؤول عن الجرافيكس في الهاتف هو ادرينو 619، نفس المعالج اللي موجود في سامسونج اي 23 وريدمي نوت 11 برو. يا جماعه في نقطه بسبب الجي بي يو او الجرافيكس او معالج الرسوميات، دايما عود نفسك ان ادرينو بيكون اقوى من اي حاجه تانية. الهونر اكس 9 اي بيشتغل بواجهه ماجيك يو اي 6.1 مبنيه على نظام اندرويد 12، وبيدعم جميع خدمات جوجل. زي ما شفنا هنا جوجل بلاي موجود فيها كل حاجه. متوفر منه 3 نسخ،
هتلاقي منه 128 مع 6 رام و128 مع 8 رام و256 جيجا مع 8 رام. تقدر طبعا تزيد الرام من الاعدادات عن طريق ميزه الرام تربو زي ما شرحتها امبارح في الفيديو بتاع هاتف انفينكس. تخش على الاعدادات تكتب كلمه رام وبعدين تروح تزيد الرام زي ما انت عاوز. ده لو بتلعب مثلا العاب قويه ومحتاجه رام عالي. الهونر اكس 9 اي مزود بمجموعه من المستشعرات اهمها التقارب، التسارع، البوصله، الجيروسكوب والضوء. دلوقتي بقى ننتقل لحاجه مهمه جدا في الهونر اكس 9 اي وهي الكاميرا الخلفيه بتاعته لانها قويه جدا. العدسة الرئيسية 64 ميجا بكسل بتدعم التركيز التلقائي، وفي عندك عدسة تانية 5 ميجا بكسل تصوير بزاوية واسعة وفيها عزل وبورتري. أما العدسة الثالثة 2 ميجا بكسل ودي بتاعة تصوير الماكرو أو الأشياء القريبة أو عن قرب. أما لو انتقلت للعدسة بتاعة السيلفي عدسه واحده هنا في منتصف الشاشه دقتها 16 ميجا بكسل. تقدر تصور فيديو بالكاميرا الاماميه او الخلفيه بتقنيه 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي. كمان الكاميرا الخلفيه فيها بعض الاوضاع الجميله جدا زي او اهمها يعني الاتش دي ار، البانوراما، التصوير الليلي، البورتريه، الفلاتر والزوم لحد 8 اكس. البطاريه اللي موجوده في الهونر اكس 9 اي او اكس 9 اي غير قابله للازاله، حجمها 5100 ملي امبير. طبعا بتدعم الشحن السريع الاوتو جي زي الادابتر اللي شفناه جوه اللي هو 40 واط. بالاضافه لمنفذ الشحن هنا التايب سي علشان يقدر يشحن بسرعه. الهاتف بيدعم تقنيه الان اف سي او الدفع التلامسي من اهم مميزاتها يعني، وكمان الهاتف اصدار البلوتوث فيه 5.1. دي كانت مميزات الهونر اكس 9 اي. ايه هي العيوب اللي فيه؟ خد عندك اول عيب مثلا ان الهاتف ما اقدرش ازيد له ميموري كارد، للاسف مفيش مكان للميموري. كمان مفيش منفذ للسماعه الاي او اكس، ولكن هم حلوها وجابوا لنا الوصله بتاعه التايب سي اللي بركبها في السماعه علشان اقدر احطها في التليفون. بس خلي بالك لان الوصله لو ضاعت منك مش هتقدر تستعمل السماعه الاي او اكس. كمان من ضمن العيوب ان الهاتف لا كاميرا اماميه ولا حتى الكاميرات اللي في الظهر. الثلاث عدسات اللي في الظهر فيهم تصوير بجوده 4K. الهونر اكس 9 اي كام سعره؟ النسخه ال 128 جيجا زي اللي معايا دي مع 8 جيجا رام سعرها 250 دولار يعني حوالي 12000 جنيه. طيب النسخه بقى الاعلى اللي هي 256 جيجا مع 8 جيجا رام، احنا اتفقنا انا مش بركب له ميموري. لو انا حبيت امن نفسي واجيب المساحه الكبيره خالص هيبقى سعرها 350 دولار او حوالي 1400 ريال. هو ده الهونر اكس 9 اي. لسه هنعمل عنه فيديوهات مقارنات بقى بينه وبين البوكو اكس 5 برو، ولسه هنجرب الكاميرا بتاعته ونلعب عليه بابجي والالعاب القويه دي. ولكن دي كانت مراجعه سريعه عنه. اللي عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد قريب. سلام.